وللتذكير هاد الشجر راه امين عام ديال الحزب اللي عنده تاريخ. ملي شدوا سيدهم الشجر كفنوا وخرج عليه وباقي لاصق فيه. وكيبقى السؤال المطروح، هاد الشجر حنا كمغاربه شنو مستافدين منه؟ واش مستافدين منه شي حاجه؟ علاش ما تشدوش وتهديو للعالم يسدوا به ثقب الاوزون، يجي عبار مع ثقب الاوزون؟ واخيرا لقينا شي حاجه يريح السروال في هاد الولايه هادي. واش ما قدروش حتى يصوتوا على قانون ديال تسقيف الاسعار كيف ما كانت دايره الحكومه اللي سبقات؟ علاش؟ حيتاش المعلم هو اخنوش صاحب المحروقات، وحنا يتحرق لينا قلبنا. اللي حطيتي عليها يدك في هاد البلاد كتلقاها غاليه. انا كيبان ليا من المازوت هبط في العالم حنا باقي داير عندنا جنحين. والفلفله الفلفله الخضراء 20 درهم 25 درهم، وبطاطا فوق 10 دراهم، والبصله 20 درهم. صافي دابا اخنوش تراجع على التربيه ديال المغاربه اللي ولات في هاد البلاد الفلفله الحلوه الثمن ديالها ولا حار قطران. هاد البلاد الفلفله ولات غدا وكتسياب وخرجت فينا النياب. واش هذا هو المخطط الاخضر اللي تخسروا عليه المليارات؟ واش هذا هو المخطط الاخضر اللي فارعين لنا راسنا به؟ غادي نوليو حنا اخر ايامنا الفلفله نشريوها ب 20 درهم 25 درهم، واخا تكون هاد الفلفله معمره بالحوش كواري ديال الجمل ما غاديش توصل ل 20 درهم ولا ل 25 درهم. ما فهمتش انا هاد اخنوش وحكومته فين غاديين بالمغاربه؟ واش نتوما باقي ما شبعتوش؟ واش ما كتخافوش الله؟ واش هاد الحكومه باغيه تغرق المغاربه اكثر من راهما غارقين؟ ولكن شنو غادي تسنى من رئيس الحكومه؟ طالع بفساد الصناديق، ما تسناو منه والو، تسناو منه اكثر من هكا. قرب باللي عزيز اخنوش كان عارف راسو غادي يولي رئيس حكومه قبل ما تبدا الانتخابات. واش عارفين هادشي ولا ما عارفينش؟ وحتى الحاشيه ديالو كانت عارفه غادي ينجح، والامور كانت محسومه عندهم. غير حنا اللي كانت مقلوبه علينا القفه. ونمشي معكم بعيد، راه اخنوش في المستقبل يقدر ما يشاركش في الانتخابات وغيديها، حيت في هاد البلاد رجع كل شيء ممكن مادام السلطه في يده، وكل شيء ممكن مادام ماشي صوت المواطن هو اللي كيقول شكون اللي يطلع وشكون اللي ينزل. كل شيء ممكن. ودابا غادي نتكلموا على هاد الخبر واللي نشرته جريده انا الخبر، واللي كان تحت عنوان استدعاء اخنوش الى قاعه داخل القصر الملكي. وفي التفاصيل ديال هذا الخبر، هذا الشيء وقع البارح قبل بدايه الدروس الحسنيه اللي كتكون داخل القصر الملكي، واللي كيترأسها ملك البلاد. فملي كان كل شيء كيتسنى ملك البلاد يدخل باش كتبدا الدروس الحسنيه، فهنا غادي يتم استدعاء رئيس الحكومه عبد العزيز اخنوش لواحد القاعه اخرى في القصر الملكي من طرف الملك محمد السادس لواحد القاعه اخرى داخل القصر الملكي. وهذا الشيء غادي يوقع بدون سابق انذار، وحتى لدرجه ان رئيس الحكومه تفاجأ لهذا الاستدعاء. والعجيب في الامر ان عبد العزيز اخنوش ما بغاش يتفوه بحتى شي كلمه بخصوص هذه الواقعه، كما ان الملامح ديال الوجوه وكيف ما شداتو الكاميرات فكانوا في حاله تغبيشه. وهذا الشيء كيبين بان اللقاء ما كانش ودي، او انه كاين واحد التحضير لتعديل حكومي مقبل، او على الاقل اخنوش تعرض للتوبيخ من طرف ملك البلاد، او على الاقل شي تنبيه حول ما يتعلق بالوضعيه الاقتصاديه ديال البلاد. والنقطه اللي كتاكد بان هذا اللقاء ما كانش على موعد مسبق او تخطيط قبلي، فكان هو التاخر في البث المباشر ديال الدروس الحسنيه. وبالتالي فهناك قرار يطبخ من طرف القصر الملكي. فالمؤكد ان السياسه ديال الحكومه فهي غاديه بالدوله الهويه، وكنتمناو يكون شي حل لهذا المشكل ديال غلاء الاسعار، حيت شراب الصح كيبقى فينا الدرويش وخاصهم يرخفوا عليه شويه الصمته. الدرويش راه حاليا معذب، هذوك الناس اللي محدودين الدخل راهم معذبين.